السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنزين مع بعض التورتاية القمر اللي انتوا شايفينها دي. في الفيديو اللي فات عملنا مع بعض الاسبونج وكان مرتفع جدا وقطعته معاكم كده، عمل معايا 5 طبقات. النهاردة بقى كده هزين معاكم التورتاية القمر دي، وكمان من غير اي كريم شانتيه خالص، بحشوة حلوة جدا ومختلفة وهتعجبكم ان شاء الله. تعالوا بينا كده على طول ندخل على الطريقة. بس لو اول مرة تشوفوني، انا اسماء شاور ودي قناتي. أول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ده بقى الاسبونش اللي احنا عملناه مع بعض في الفيديو اللي فات، قطعته معاكم 5 طبقات زي ما انتوا شايفين كده. اللي ما شافش الفيديو يدخل يشوفه، هيعجبكم جدا ان شاء الله. تعالوا بينا كده نعمل الحشوة. هعمل معاكم حشوة شوكولاتة وحشوة بالفانيليا. اول حاجة كده جبت كوباية من المية، حطيت عليها كده 5 معالق كبار من الدقيق، يكونوا مليانين كده بمعلقة الاكل الكبيرة، هرمية كده. معايا كمان كده معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وانا بستخدم كاكاو اسباني بيديني نتيجة حلوة جدا. معايا كمان كيس فانيليا، هقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما يبقى الخليط بتاعي مفيهوش اي تكتلات خالص. اول الخليط ما ينعم معايا كده زي ما انتوا شايفين، هنزل ب4 كوبايات من اللبن. يعني لكل معلقة كبيرة كده من الدقيق قصادها كوباية من السوائل. اهم حاجة المعلقة تكون مليانة كده هرمية. ممكن تضيفوا نص المقدار مية والنص التاني لبن، يعني زي ما تحبوا. ضفت بقى اللبن كله زي ما انتوا شايفين كده، وهقلب كويس جدا. بعد كده هنزل ب5 معالق من السكر. السكر على حسب الرغبة، تزودي او تقللي براحتك. هاخد بقى كده الحلة وارفعها على طول على النار، وهقلب كده باستمرار علشان الخليط بتاعي ما يكلكعش. اول ما يتقل معايا كده خلاص هو جاهز، هشيله من على النار على طول. بعد كده هنعمل الحشوة التانية، ويستحسن انك تعمليهم مع بعض في نفس الوقت، علشان انا عايزة الحشوتين يكونوا سخنين في نفس الوقت. جبت بقى كده حلة وحطيت فيها كوباية من المية، ونزلت ب5 معالق كبار من الدقيق. هقلب كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين لحد الخليط ده ما ينعم معايا وما يبقاش فيه اي حاجة مكلكعة كده. بعد ما قلبته كويس جدا زي ما انتوا شايفين، هحط كيس من الفانيليا، وعندي كمان 4 كوبايات من اللبن. وهضيف بعد كده السكر على حسب الرغبة، وهقلب زي ما انتوا شايفين. معايا كمان قطعة زبدة حوالي كده معلقة كبيرة. هاخد بقى الحلة دي كده وارفعها على النار على طول، وهفضل اقلب كده باستمرار لحد الخليط ده ما يتقل معايا كده. خلاص كده الحشوتين جاهزين معايا، مش هستنى ان هما يبردوا خالص، انا عايزاهم كده على طول سخنين. جبت بعد كده الحلة اللي انا خابزة فيها الكيك كده، وحطيت في قلبها كيس، وهجيب طبقة من الكيك واحطها جوه الحلة بالشكل ده. هجيب بعد كده بودنج الشوكولاتة اللي احنا عملناه وهو سخن زي ما قلتلكوا، علشان ما يمسكش في بعضه ويبقى سايل كده. هحط كده شوية مش كتير، يدوبك يعمل معايا طبقة كده زي ما انتوا شايفين، واوزعها كويس جدا كده. بعد كده هجيب الحشوة التانية واحط شوية كده فوق الحشوة اللي هي بالشوكولاتة دي، شوية مش كتير، يدوبك يعملوا معايا طبقة كده خفيفة. هساوي الطبقة دي كده بالمعلقة علشان تتوزع معايا كويس بالشكل ده. بعد كده هجيب طبقة تانية من الكيك زي ما انتوا شايفين، هحطها كده واحط فوقها بقى خليط الشوكولاتة. هسويه كويس جدا، وبعد كده الخليط اللي بالفانيليا برضو هرجع اسويه كويس جدا واظبطه كده. هجيب برضو طبقة تانية من الكيك بالشكل ده، وهنعمل كده نفس الخطوات زي ما انتوا شايفين لحد الصينية بتاعتي ما تتملى معايا كده. انا التورتايه دي كده هستخدم فيها 4 طبقات بس، وكده هتبقى الحله اتملت معايا. هيفضل طبقه واحده هقولكوا هنعمل بيها ايه في الاخر. دي كده الطبقه الرابعه. هقفل بقى الكيس كده واربطه كويس جدا. هسيبها لحد ما تبرد تماما، وبعد كده هدخلها التلاجة. انا عملتها كده بالليل وبيتها في التلاجة لحد تاني يوم الصبح. تاني يوم بقى كده خلاص هقلبها معاكوا زي ما انتوا شايفين. لازم تدخل التلاجة علشان تبقى متماسكة مع بعضها كده. انا قلبتها بالشكل ده وشلت الكيس من عليها، وبقت بالشكل ده. هاجي بعد كده على وش التورتايه وهعمل صوص شوكولاته وهحطه على وشها زي ما احنا هنشوف دلوقتي مع بعض. هوزع كده صوص الشوكولاته على وشها بالشكل ده، وابدا احرك صوص الشوكولاته بالمعلقه كده علشان ينزل على جوانب التورتايه ويدينا كده شكل حلو.
خلاص كده حطينا صوص الشوكولاتة وبقى شكلها قمر كده. نيجي بقى للكور اللي احنا حاطينها كده فوق التورتاية. طبعا كان فاضل معايا طبقة من الكيك، خدتها كده فتفتها خالص وحطيت عليها شوية من صوص الشوكولاتة وقلبتهم مع بعض كده وخدتها كده وكورتها زي ما انتوا شايفين. وبعد كده خدت الكور دي دحرجتها كده في شوية من جوز الهند، عملت لي الشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده، وزينت بيها كده التورتاية. حاولت كده اعمل معاكم حاجة كده اقتصادية وطعمها حلو جدا، جربوها بقى علشان بجد تستاهل التجربة. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.